يعني انت تحط على الشاحن زيك زي الموبايل بالليل. أحي. ايلون ماسك اعلن مؤخرا عن نظرة مستقبلية ممكن تتحقق على ارض الواقع، انا كده بدات اتوغوش تعالوا ورا قلت لك. اللي هي زراعة شريحة الكترونية جوه المخ. بس هل دي اول مرة نزرع فيها اجهزة جوه جسمنا؟ اكشلي في كذا جهاز قبل كده زرعناه جوه جسمنا، زي البيس ميكر. والبيس ميكر دوت جهاز معمول مخصوص عشان يتحكم في ضربات القلب. حتى القلب نفسه ممكن يتعمل قلب ميكانيكي، ودوت اوريدي متطبق في اليابان وفي الصين، وده واقع ملموس مش لسه حاجه تتعمل. لكن اشمعنى بقى شريحه ايلون ماسك بالذات فيها كلام كتير اليومين دول؟ تعال اقول لك. بص، عشان نعرف الشريحه عليها كلام كتير ليه اليومين دول لازم نعرف هي بتعمل ايه الاول اصلا، وايه الفكره بتاعتها. اهو البتاعه ديت في حجم الجنيه تقريبا، الجنيه الفضه مش الورقه. ها، اهي البتاعه ديت اللي قد الجنيه الفضه بيطلع منها اسلاك بتتوصل في كذا حته في المخ، وممكن كمان في الحبل الشوكي على حسب الحاله الطبيه. هتقول لي يعني ايه؟ هجيلك بس اتقل. لو اتوصلت بالمخ ممكن تتحكم في المخ عن طريق اشارات كهربائيه وتمنع الاكتئاب، لان في الاول وفي الاخر الاكتئاب عباره عن هرمونات يا زادت عن حدها يا قلت عن حدها. وحوار الاكتئاب دوت ده مثال من امثله كتير قوي ممكن تعملها في المخ. وغير كده ممكن تراقب نشاط المخ على مدار اليوم كله، وكمان تبعت تقارير ورسوم بيانيه للدكاتره عشان يفحصوها. هتيجي تقول لي ما انت قلت لي ان هي تتوصل بالحبل الشوكي، طب اشمعنى؟ هقول لك ان الشريحه ديت لما تتوصل بالحبل الشوكي ممكن تدي قدره للناس اللي ما كانتش بتعرف تمشي بسبب حادثه او مشكله في الحبل الشوكي نفسه، تديهم القدره تاني ان هم يمشوا من اول وجديد وبمنتهى السهوله كانها زي الحبل الشوكي بالظبط. ده غير بقى ان الباشا ايلون ماسك عامل حركه في الشريحه تخليك تتحكم في اللابتوب، في الكمبيوتر، في الموبايل، في التابلت، في اي حاجه تكنولوجيه حواليك. بس تفتكر كده هل الشريحه زي الفل ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش عيوب؟ قبل ما اخدك واقول لك هي حلوه ولا وحشه، عايزك ترجع معايا بالذاكره لورا شويه وتقول لي هي الشريحه دي شفناها في اي حاجه قبل كده؟ هقول لك انا عشان اريحك. لو خدتك ورجعنا بالزمن شويه لسنه 2002، اكيد عارف فيلم سبايدر مان 1، اول جزء خالص، اللي هو فيه دكتور اوكتافيوس هو مركب الشريحه وبيتحكم في 4 أذرع. بس الفيلم برضه كان مبين ان بدل ما الدكتور كان بيتحكم في الشريحه هي اللي بقى بتتحكم فيه. ودي من اول المخاوف اللي الناس خايفه منها، فكره الشريحه دي. ولو بتشوف افلام عربي فانت اكيد عارف فيلم الليمبي 8 جيجا. والآن أيوة. جيم أوفر. وإحنا طمك. وازاي هي كانت مدياله قدره خارقه ان هو يعرف كل حاجه، بس في نفس الوقت كانت مموته مشاعره. ركز معايا بقى عشان الحته ديت مهمه، لان الناس كلها خايفه منها، ودي قمه الاحيه. بما ان الشريحه ديت بتتركب على المخ وبتعرف تتحكم في الكيمياء بتاعت المخ، يبقى ممكن حد يتحكم فيها ويخليك في حاله نفسيه معينه، او تفكر افكار معينه، او يخليك تعمل حاجه انت ذات نفسك مش عايز تعملها. وافكارك ومشاعرك وحياتك كلها هتبقى كتاب مفتوح للشخص اللي بيتحكم في الشريحه ديت. واخر احيه معانا ان الشريحه ديت محتاجه تتشحن. هتقولي تتشحن ازاي؟ هقول لك زيها زي الموبايل، يعني انت تحط على الشاحن زيك زي الموبايل بالليل. لان ايلون ماسك ما ركبش الشريحه غير في خنزير وقرد. اهو القرد دوت اللي في دماغه الشريحه قدر يلعب بينج بونج على الكمبيوتر بمجرد ان هو يفكر ازاي يصد الكوره فقط لا غير. وحاليا ايلون ماسك بيجهز الورق بتاعه عشان يقدم ان هو يبدا يعمل تجارب على البشر قدام مصلحه الغذاء والدواء او FDA الامريكيه. يعني من الاخر كده كمان 2-3 ممكن نشوف حاجات ليها العجب. وقبل ما اقفل معاك هسيب لك حاجه اخيره. احب اقول لك ان في ناس بتقول ان ايلون ماسك نفسه زرع الشريحه جوه مخه هو شخصيا. أحي. وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك لو الحلقه عجبتك، واكتب لي تحت في الكومنتات ايه المواضيع اللي عايز تعرف عنها اكتر. سلام يا ذوق.